السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا رجالة؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وعافية. تعالوا في حلقتنا النهارده نعمل مع بعض سبحة التصعيد. هي طبعا سبحة لا غنى عنها في رحلات الصيد بتاعتنا بالنسبة لصيد المراكب من البحر الأحمر أو في البحر الأبيض زي اسكندرية، ونشرح مع بعض كيفية تجنب لعبكة الخيط في السبحة وانت بتصطاد، وفي نفس الوقت لما بتيجي توعر والسن بيشبك تحت ويقطع منك هقول لكم ازاي تركبوا سن على باقي السبحة لو السبحة لسه سليمة، فأنت بحيث إنك تكمل شغلك وما تضيعش وقت ومن مجهودك. أنا أعرف 4 طرق، تمام، هاشارككم إزاي باعملهم. في طبعًا طرق تانية كتير، لو أنت عارف طريقة منهم تمام خلّيك على وضعك، كمّل عادي بيها ما فيش مشكلة، واعتبر باقي ال3 رباطات التانيين دُولة للتوعية، ولو أنت مش عارف أي طريقة منهم أبقى سعيد إني ساعدتك وإيه عرّفتك عليها. تعالوا نشرح بقى الطريقة الأولانية، الطريقة رقم 1. هاجيب البكرة الأساسية اللي هي قلنا الخيط الأساسي اللي هو سواء بقى 60 50 40، بس أنا هاشرح على خيط تخين شوية عشان بس الصورة تبقى واضحة. خلاص، باجي آخد متر، تمام، ونقصه بالقصافة، نركن البكرة على جنب. أول حاجة هربطها، تمام، الرصاصة. هجيب الرصاصة بتاعتي، خلاص، ماشي، وبعد كده بعمل لفة بالطريقة دي، ماشي، واطول الطرف ده شوية، خلاص، واجي اعمل لفة كمان، فبقت اللفتين بالمنظر دايرتين اهم، واخد طرف الخيط ادخله في الدايرتين دول 3 4 مرات، ادي واحد، وامسك طرف الخيط الحر بتاع السبحة مع الدايرة دي واشد كويس فيعمل لي العقدة ديت، شدها كويس، خلاص، واقص الزيادة فبقت بالمنظر دوت. همسك العقدة اللي أنا عملتها وأشدها على الرصاصة تحت بالطريقة دي، فأنا كده يعتبر ربطت الرصاصة. ده لو أنت عايز رصاصة ثابتة ما بتتحركش. لو أنت عايز الرصاصة حرة، هجيب الرصاصة بتاعتي أدخلها جوه الخيط، تمام، أحط الرصاصة على جنب ماليش دعوة بيها خالص. هاجي هنا بالنسبة لطرف الخيط أعمل عقدة بالمنظر ده أهي، عقدة أهي، خلاص، وأرجع أعمل عقدة تاني، فبقى عندي عقدتين. همسك طرف الخيط برضو وادخله 3 4 مرات، ادي واحد، واشد كل الكلام دوت فعمل لي عقدة بالطريقة دي، خلاص، ما تخافش مش هتفك خالص. هقص الزيادة، هتلاقي ان الرصاصة مسكت وفي نفس الوقت بقت ايه، حرة اهي، تمام. ده لو انت من النوع اللي بيفضل او سمعت ان الرصاصة الحرة احسن، فيبقى انت كده عندك الطريقتين. ربطنا الرصاصة بتاعتنا، في الحالة دي هستخدم الوشوش اللي انا عاملها، هاخد السن اللي انا عامله، تمام، واركن الدنيا دي على جنب. بعمل ايه بقى؟ بقيس المسافة بين الرصاصة بالمنظر ده، تمام، ولازم اعمل حسابي الانحناء اللي هيحصل، فهنزل تحت شوية، فيادوبك هتبقى السن فوق الرصاصة على طول. هطلع لغاية المسافة اللي تكفيني، تمام. انا عامل الوش ده بزيادة بحيث ايه اشرح براحتي، لكن انت طبعا مش هتهدر كل مسافة الخيط دي، فانا ايه عايز السبحة تبقى على الطول دوت، تمام، بالمنظر ده. هعمل ايه بقى؟ هعكس السن، هاخد السن اهو اعكسه الناحية التانية، تمام، واعمل عقدة بالطريقة دي، ادي واحد، وادخل باقي الخيط والسن جوه الحلقة دي بالمنظر ده، ادي واحد، تمام،
نكرر القصة تاني. فانا ايه، لفيت الخيط مرتين فعمل لي العقدة دي، وابتدي اشد من الطرفين العقدة كويس. خلاص. وبعد كده اشد الطرف لوحده من كل اتجاه، هقص الزيادة، بسيب بس مثلا حتة صغيرة مش هتأثر معايا. فاللي هيحصل ان السبحة بقت بالمنظر دوت، والطول لما هتركب الطعم وهتنزل خلاص هي قريبة من المسافة اللي انا عايزها. فهو دوت تجنبت ان الخيط ما يلعبكش. بص، كل ما هيروح بص هو بعيد عن الخيط. تمام. طيب هجيب الوش التاني ونفس القصة، هاجي عند السبحة عند العقدة بقى بتاعت الوش الاولاني، واعمل مسافة برضو اعلى منه بشوية. تمام. وامشي لغاية تقريبا نفس الطول بتاع الوش الاولاني اللي انا ربطته. خلاص. تمام. وهطلع في المقاس اللي انا عايزه. ماشي. واعكس السن في الاتجاه المعاكس بالطريقة دي مع طرف الخيط السايب، واعمل العقدتين بتوعي اللي هي 1 وندخلها كمان مرة 2. ماشي. واشد طرفين مع بعض، وأأمن الربطة بتاعتي كل طرف لوحده. هقص الزيادة وبكده السبحة جاهزة. خلاص. والاتنين مش ملمسين في الخيط الأساسي فمش هيلعبكوا مع بعض. بعد كده هيتفضل عندي الجزء دوت، ممكن اسيبه كده لو انا عايز ابقى سايب النايلون بعيد عن المدور اللي انا هركب فيه الطرف بتاع السبحة، وبعيد مع نفس الوقت لو انت حاطط بريد على المكنة بتاعتك فما تلخمش السمكة بتاعتك وتخليها هي مركزة في الطعم، ما تشوفش المدور تبقى ايه مستفزها او مشتتها. فممكن تسيب المسافة دي كلها، او لو انت مش عاجبك ممكن تقصر وتعمل بعد كده. هتجيب طرف الخيط تعمله مجوز بالشكل ده. خلاص. وهتعمل دايرة بالطريقة دي، وتاخد الطرف دوت تدخله جوه الحلقة مرتين. ادي 1 2، وتشد طرفين مع بعض وتأمن على العقدة بتاعتك، تقص الزيادة، وكده تبقى السبحة بقت جاهزة. تمام. طيب لو انا لما اجي اركب الطرف دوت على المدور، خلاص احنا قلنا هنستخدم المداور اللي هي دي اغلب الناس بتستخدمها. فانا هفتح المشبك، نوسع، ادي المشبك اهو، وادي الطرف. في ناس بتدخل كده على طول وتشتغل. لو انت عايز تقوي الدخلة دي بتيجي كده على الخيط وتقسمه نصين، فهيعمل لك الدايرة دي. شايف؟ بص، انا جيت وتنيته على تحت فعمل لك الدايرة دي. هتضمهم بس على بعض بالطريقة دي وتدخل في المشبك. لما هتيجي تشد هتلاقيه بقى ايه، مجوز. خلاص. فبالتالي بقت اقوى من ما غير ما انت ما تحطها على طول في المدور بتاعك.
ودي كده السبحة بتاعتك، وتصطاد بقى ايه، تتوكل على الله وتسمي، وان شاء الله ربنا ايه يكرمك. دي الطريقة الاولانية. خليني قبل ما اخش على الطريقة التانية، في حالة ان انت وعرت وفي سن منهم طار خلاص، او فقدت سن منهم وانت بتصطاد، بس باقي السبحة سليمة، هنعتبر ان السن دوت طار، احنا عاملين ان دي عقدة. فاللي حصل ايه، انك رميت وانت ايه، راحت السن موعر، او سمكة جت خدتها ولفت في شعبة والسن منك ايه قطع، وبقى عندك بالمنظر ده، او بقى عندك بالمنظر ده، مبقاش فيه منه غير حتة قصيرة جدا، حتى مش هتعرف تربط فيها السن. فانت في الحالة دي هنعمل ايه، هنقطع الزيادة. تمام، هيتفضل لك العقدة الأساسية اللي احنا مش هنعرف نفكها، تمام، حسب طبعا طريقة الربطة. لو هي مربوطة بطريقة ما ينفعش تفكها تاني، كل اللي هتعمله ان انت هتجيب الوشوش اللي انت عاملها خلاص، ناخد وش منهم، وبعدين انت عندك الرصاصة اهي والسن، وده الجزء اللي فيه الرابطة الثابتة، تمام، اللي السن اتقطع منها، وبعدين الحلقة او الخية اللي بتركب في المدور خلاص. هنيجي فوق الرابطة، الرصاصة تحت، ده اتجاه الخيط، هنيجي من فوق الرصاصة ونجيب الوش بتاعنا ونربطه خلاص. لما اجي هربطه مش هخلي السن تحت وباقي وطرف الخيط موازي لاتجاه الخية اللي بتتمسك في المدور، لا، برضو نفس القصة، انا هعكسها، هخلي السن هو اللي في اتجاه الخية اللي بتركب في المدور، وبعدين باجي اعمل دايرة بالمنظر ده، وادخل طرف الخيط داخل الدايرة وعلى الخيط الاساسي بتاع السبحة 3-4 مرات، 1 2 3، واشد. طبعا بعد ما بتقيس المسافة بتاعة الوش اللي انت عايز تعمله عشان يبقى متناسق مع باقي السبحة، فبقى عندك ادي السن الجديد ودي الرابطة القديمة. مجرد ما هتشد السن لتحت خلاص، هينزل على الرابطة القديمة، شد كويس عليها، تقص الزيادة، وبكده السن الجديد اتحط على السبحة. وده أفضل من إن أنت تفضل شغال بسن واحد، ولو أنت مكسل وتضيع عليك فرص الهجوم السمك على السبحة. وزي ما انتوا شايفين فايدة إن أنا خليت السن وأنا بربط في اتجاه الخية اللي فوق اللي بتتربط على المدور، عشان برضو تديك الانحناء دوت، فبالتالي السن مش هيمسك فين، في الخيط الأساسي ويلعبك معاك. تعالوا نعمل السبحة التانية، ربطة السبحة التانية. هجيب طرف الخيط، تمام، واعمله مجوز بالمنظر ده خلاص، وبعد كده بتني الدايرة بتاعتنا وادخل طرف الخيط في الحلقة مرتين، ادي 1 ادي 2، اشد الطرفين مع بعض كويس فهتعمل لي العقدة دي، هقص الزيادة خلاص. نفس الربطة دي هكررها تاني، هسيب مسافة كويسة وارجع اعيد نفس الربطة، قسمته مجوز واعمل دايرة 1 2، واشد 2 على بعض، وبعد كده فبقى عندي الدايرة دي، وبعد كده اسيب مسافة كويسة تاني وارجع اعمل نفس الربطة تاني. فالنتيجة بقت ايه، طرف اللي هيركب في المدور وحلقتين جنب بعض، تمام، قد بعض، ماشي. همسك كل حلقة
هقص منها بالمنظر ده، فبقت فردة للوش اللي انت هتركب فيه السن. خلاص نجيب السن. في الحالة دي بقى مش هستخدم وش الجاهز، انا محتاج سن بس. 2. خلاص تقص الزيادة. فدينا كده ربطنا ادي وش. هنيجي نفس القصة في الدايرة التانية، هنقص طرف منها، فبقى عندك طرف دوت. نجيب السن الربطة بتاعتنا، نص الزيادة، فبقى عندك الخيط من فوق وبعدين السن، ماشي، وبعد كده السن التاني. بعد كده انت هتسيب مسافة مناسبة تربط فيها الرصاص، تمام. تقطع الزيادة دي كلها، تجيب الرصاصة بتاعتك، وكده بقت السبحة جاهزة. رصاصة، السن، تمام، والسن التاني، وبعد كده الحلقة اللي هتركب في المدور، تمام. دي الطريقة التانية. نعمل ربطة السبحة التالتة والأخيرة. هجيب طرف الخيط من البقرة، الخيط الأساسي، وأعمل الدايرة بتاعتنا. أظن انتوا حفظتوها خلاص، اللي هو الجزء اللي هيركب في المدور. بعد كده بسيب المسافة اللي هتكفيني، وبعدين باجي أتني الخيط مجوز وأعمل دايرة بالطريقة دي، وأدخل طرف الخيط داخل الحلقة مرة واحدة بس، ومش بشد للآخر. هيبقى عندي حلقة بالشكل ده. هجيب الجلب بتاعي، الوش اللي أنا عامله، وأدخله جوه الحلقة. خلاص سيب المسافة اللي تكفيني، وبعدين بتني مجوز والف طرف الخيط اللي هو دوت، تمام، على الخيط اللي فيه السنار 5 6 مرات. ادي 1، وارجع طرف ادخله جوه الحلقة واشد. خلاص نرجع تاني للجزء بتاع الحلقة دي. هبل الخيط كويس وامسك الطرفين، الطرف بتاع الخيط البكرة والطرف اللي فيه الحلقة دي، ونشد جامد مرة واحدة. خلاص فبقت عندي العقدة دي. خلاص مش هقص برضو الزيادة دلوقتي عشان أأمن على الرابطة بتاعة السن. بجيب بقى أي حاجة فيها حلقة وأمسك الطرفين تانيين وأشد كويس بالمنظر ده. شايفين قفلت جامد ازاي؟ هنا بقى أقدر أقص الزيادة وكده. يبقى دي أول سن، هنزل مسافة تحتيه، هنزل بالمسافة اللي أنا عايزها، وبعدين أروح جاي عامل خيط مجوز بالطريقة دي، ونفس القصة هربط السن التاني حلقة طرف داخل الدايرة مرة واحدة فقط. هيتكون لي العقدة دي. هدخله داخل الحلقة الأولانية وأشد. خلاص وبعد كده أرجع تاني الدايرة بتاعتنا اللي هي هنا دي، هبلها وأمسك الطرفين بتوعها وأشد كويس جدا، فبالتالي قفلت على العقدة بتاعت السن. وأعيد نفس الكرة، أمسك السن وبعدين أمسك الطرفين وأشد كويس جدا، وبعد كده أقص الزيادة، وكده تبقى السبحة اتعملت. سن تحت
وادي السن اللي فوق، وادي الطرف اللي هيتربط فيه المدور. بعد كده بسيب المسافة اللي تكفيني واعمل حساب اني هربط الرصاصة. تمام. هقطع الخيط من البكرة واجيب الرصاصة بتاعتي واربطها بالطريقة اللي احنا عارفينها. طبعا هتقص الزيادة. تمام. هي الرابطة ممكن تكون معقدة شوية، بس هي ايه فايدتها؟ لو حصل ان السن اتقطع، تمام، خلاص، فانت السن طار وعرض والسن طار، ايه اللي هيحصل؟ هتيجي من العقدة الطويلة اللي احنا عاملينها دي هتقصها، تمام، تشيل الزيادة كويس، هيبقى في عقدة. العقدة دي لو شدتها كويس جدا، بص الخيط رجع تاني سليم. في الحالة دي تقدر تروح تانيه، خلاص، وتروح عامل العقدة اللي احنا قلنا عليها اللي هي دايرة، ماشي، وترجع وتجيب وش جديد وتربطه نفس الرابطة. خلاص. بس انا ايه بحاول اوصل لكم بس هنا، وبعدين ترجع تمسك الطرفين وتشد. فاللي حصل ان انت عملت الوش من اول وجديد من غير ما السبحة ما تتأثر. خلاص. وطبعا يفضل مع الخيط الاساسي اللي هو من الرصاصة للمدور يكون جودة نظيفة عشان العضعضة ما تبانش فيه او العضعضة ما تأثرش فيه جامد. يعني ده الخيط محترم، لو خدت بالك مفيش عضعضة تاني خالص، انت السن زي ما هو جديد كأنك عامل لسه السبحة جديدة. فدي ميزة السبحة دي. ممكن تكون معقدة شوية، بس ايه بت بتحافظ على ان انت ما تقعدش تعمل سبح كتير. تعالوا نعمل بقى السبحة الرابعة والأخيرة، بس انا مش بعتبرها ان هي سبحة اكتر من ان هي طريقة صيد، عشان خاطر ان هي بتستخدم بسن واحد تحت ورصاصة فوق. الموضوع بسيط جدا. لو انت هتشتغل على مكنة هتسيب حوالي متر او متر ونص. لو انت هتستخدم النوع ده من الرصاص او معكش غيره على المركب، هتجيب الرصاصة، تدخل الخيط في الرصاصة، تمام، وتربط الجلب بتاعك، عشان احنا في الحالة دي هنستخدم الجلب مش السنون العادية. دوت زي ما احنا اتعودنا ان ده بقى اسمه جلب، لما تيجي تتكلم ده اسمه جلب، سواء بقى بحلقة او الطرف بتاعه او الديل بيقولوا عليه مبطط، اي واحد منهم مفيش مشكلة. تربط الرابطة بتاعتك اللي انت حافظها، بنسيب مسافة حوالي شبر أو شبر ونص حسب ما أنت إيه عارف، أو حسب ما الريس هيقولك. بتيجي تعمل إيه؟ بتيجي بعد المسافة اللي أنت هتسيبها، هنيجي نعمل حاجة اسمها خية كدابة، وهقول لكم ليه اسمها خية كدابة. بتتني الخيط مجوز بالمنظر ده، تمام، وبعدين بتيجي تعمل الدايرة، تمام، بالطريقة دي، وتدخل طرف الخيط داخل الدايرة مرة واحدة بس، وتعمل الخية دي. مش بنقفلها للآخر، بنسيبها بالطريقة دي. فهتلاقي إن الرصاصة بقت فوق الجلب بتاعك، وتقدر تطعم وتشتغل تسقيط بجلب واحد. الهدف من الخية، أو ليه بيقولوا عليها خية كدابة، عشان لما السمكة هتيجي تضرب، بص العقدة اتفكت والرصاصة بقت حرة، وبالتالي انت ما بقاش فيه اي نقطة ضعف على الخيط. وطبعا لو معاك خيط نضيف او ذو جودة عالية يبقى احسن، عشان العضعضة ديت ما تبقاش موجودة. بس هي برضو حتى العضعضة دي مش هتأثر قوي، بس انت تجنبت. لو انت عملت عقدة ثابتة مش بتفك، ايا كان بقت العقدة اللي انت عملتها، هتسبب لك نقطة ضعف على الخيط. لما السمكة تيجي تلكع منك ممكن يقطع منك الخيط وتفقد السمكة وتفقد الرصاصة والجلب بتاعك. او لو انت ثبت الرصاصة بتاعتك بانك لفيت الخيط اكتر من 3-4 مرات داخل الرصاصة،
فبرضو مع قوة الشد وقوة الضغط بتاع السمكة ممكن الخيط يقطع منك من الشفة بتاعة الرصاصة، تمام، اللي هي موجودة في الحلقة دي، الدايرة دي. والطريقة التانية واللي أقدم ألا وهي إن أنت بتستخدم شريط الرصاص. الناس اللي هي بقى بتشتغل على أصوله بتربط فيه السن بالطريقة طبعا اللي أنت عارفها. بعد ما بتربط السن بتاعك بتسيب المسافة اللي احنا قلنا عليها، تمام، وبعدين بتجيب شريط الرصاص وتبتدي تلف بطريقة، تمام، مظبوطة ومنتظمة، وتحاول تخلي الرابطة قريبة من بعض، تمام، ما تسيبش مسافات بينها بحيث انك ايه بتبرم شريط الرصاص ده. تلف شريط الرصاص لغاية ما تاخد الوزن اللي يناسبك، فالشكل بيبقى بالمنظر دوت. خلاص، بتقطع الزيادة من شريط الرصاص وبعدين تجيب الزرادية وتضغط عليه، وبرده ما تضغطش جامد قوي عشان ما يضغطش على الشعر او الخيط الاساسي اللي انت بتصطاد بيه. وبيبقى في الحالة ديت هتلاقي ان الخيط حر، مفيش اي نقط ضعف، تمام، وبيبقى عندك القدرة ان انت تقصر مسافة الرصاصة بين الرصاصة والسن، او تطول المسافة. تعتبر دي الطريقة التانية. خلاص، لو انت هتشتغل باللنسة وانت عايز تسيب بينهم مدور، برضو هتسيب مسافة الخيط، تمام، تربط طرف منهم في المدور، ماشي، او بتعمل الخية وتركبه في المدور، تمام، والطرف التاني بتربط فيه السن على طول زي ما احنا شرحنا. او لو انت عايز تشتغل باللنسة بالخيط الاساسي اللي عليها مباشر على طول، بتربط السن بتاعك وبعدين بتجيب شريط الرصاص والمسافة وتبتدي تثبت في المقاس او الوزن اللي انت عايزه. انا كده هيبقى خلصت. معلش انا طولت عليكم، بس انا فعلا كنت عايز اركز في كل التفاصيل، وخصوصا وانا بصور تكون الصورة واضحة بالنسبة لكم. يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم.